السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. اسرع غدوه ممكن تعملوها، وهقول لكم على افكار كتير واحنا شغالين تكفي معاكم كمان النص كيلو الكبد والقوانص دول، يكفي معاكم كمان ل10 افراد. وجبة خفيفة سريعة تنفع الجيب وكمان تنفع الأجواء الحر وقلة وقفة المطبخ. بسم الله. ونبتدي المقادير. بنجيب طاسة ونحط فيها مادة دهنية، شوية زيت كده مثلا أو شوية زيت وسمنة أو سمنة بس زي ما انتم عايزين. بجيب القوانص بتاعتي وبقطعها على قطعتين أو 3 أو 4، نعملها قطع صغيرة كده بحيث اللي ياخد المعلقة ياخدها كلها على بعضها. بعد كده نبتدي نشوحها ونديها الصدمة التمام بتاعتها كويس جدا، وما نحركهاش لمدة دقيقة كاملة. سيبوها على النار عالية، الطاسة بتاعتنا سخنة جدا، وشوفنا طبعا الشكل وهي نازلة القوانص. بعد الدقيقة ببتدي اقلبها. بصوا انا عايزة المنظر ده اللي هو فيه التشويح عشان ما تبقاش مسلوقة. اهو هبتدي بقى اشوح كويس جدا بتاع مثلا 20-30 ثانية، مش عايزين اكتر من كده. بعد كده هروح نازله بالبصل بتاعي، وطبعا لو الكبده بتاعتنا فيها قلوب بنفصلها برضو عن الكبده، ونجيب القلوب نشوحها كده مع القوانص. وهبتدي بقى احط البصل واحط كمان الثوم. معاكم بقى من بصلايه لحد نص كيلو بصل زي ما انتم عايزين. هنحط كميه بصل شويه حلوين كده اهو، مش بصلايه واحده زي انا ما حاطه، ابشروهم احسن. لو هنحط بصلايه واحده زي ما انا عامله كده، لا يبقى نقطعها مكعبات. شايفين؟ خلاص خدت التشويحه والبصل ابتدى يدوب معايا وريحه الثوم ظهرت على طول. اروح موسعه سكه كده وحاطه القوانص والبصل في الاركان كده بعيد على النار، وانزل بالكبد بتاعتي متقطعه برضو التقطيع زي ما انتم عايزين. يا دوبك كده بتاع 30-40 ثانيه على النار، اول ما لونها بس يتغير كده اروح مقلبه. في الوقت ده ممكن نضيف طماطم، ممكن نضيف جزر مبشور، نضيف كمان كل الحاجات دي بتعمل معانا كميه اكبر. عشان كده قلت لكم في اول الفيديو احنا ممكن كمان نخليها توصل معانا ل10 افراد ياكلوا ويشبعوا ويتبسطوا جدا. الحاجات دي بتدي تطعيمه فوق الخيال، بس انا عملتها بس ببصل وثوم علشان لو مش متوفر عندنا غير كده عادي. لكن بقى جزر وفلفل، ما نقولش بقى الاكل فين مش موفره على الجيب، لا، دي اوبشن كله او اختيارات كلها انتوا تقدروا تختاروا. شوحتهم مع بعض هم كمان حوالي دقيقه على النار كده على طول. طبعا انا كنت محمره اللسان عصفور بتاعي الاول وما صورتهوش علشان هو مش محتاج حاجه، ده تحمير زي الشعريه عادي. بعد كده هجيب الكبد والقوانص بتاعتي اللي احنا شوحناها على النار وهنزل بيها على اللسان عصفور. لو انتم ملاحظين انا ولا قلت حطيت ملح ولا فلفل. حتى لو بتعملوا صينيه او طاسه كبد وقوانص على النار، اوعوا اوعوا ان انتوا تحطوا الفلفل وانتوا بتسووا، هيطلع منكم سودا وغامقه، وده اللي بيخلي شكلها وحش. وبنقعد نقول اشمعنى في التلفزيون بيبقى شكلها حلو او في الاعلانات مش عارفه شكلها عامل ازاي او جارتي بتعملها ازاي. هو ده الفلفل الاسود. الفلفل الاسود ما يتحطش غير قرب السوا. فاحنا لو عاملينها طاسه ومش عاملينها زي انا ما عاملاها كده، لا، حطوها بقى. خلاص هتطفوا، نروح ماشيين الفلفل الاسود وحاطين الملح ومقلبين تقليبه حلوه كده وخلاص ناكل. انا اهو بعد ما شوحتهم خلاص وخدوا اللون الحلو، حطيت بقى اللسان عصفور بتاعي. هنسوي زي تسويه الرز بالظبط، ميه بتبقى اكتر من اللسان عصفور، وهنبتدي نشوحهم مع بعض، نقلبهم كلهم مع بعض، وننزل بقى بالملح والفلفل على حسب الكميه بتاعتكم. انا هنا اهو حاطه معلقه صغيره من الملح وحاطه ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ودي على كميه نص كيلو من الكبد والقوانص وبصلايه وكيس الا ربع من اللسان عصفور. اول ما هيغلي هغطي وهسيبه يستوي زي الرز. هو خد بالظبط مني 13 دقيقه. احنا بعد ال10 دقايق نفتح ونشوف الدنيا فيها ايه. وعلى فكره مش ميه سخنه، عادي عندكم الميه سخنه اوكي، عندكم ميه من الحنفيه عادي، انا عاملاها ميه من الحنفيه عشان تكتب عندي في الحنفيه. شايفين المنظر؟ طلع زي الفل وشكلها. ممكن نستبدل اللسان عصفور بمكرونه، شويه مكرونه بايتين عندنا، ونقلبهم وندمجهم مع بعض ونحط عليهم صلصه. ممكن نحط كمان بطاطس محمره، نحمر كده بطاطس مكعبات، وقرب ما هتستوي اللسان عصفور نروح نازلين بالبطاطس عشان ما تتهريش. يعني براحتكم. اتمنى الفكره تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.